السلام كديرين لاباس عليكم. اليوم غادي نحضروا شهيوه رائعه بزاف بزاف وبسيطه. غادي نحضروا الكفته اللي غادي نطيبوها مشرمله، وغادي نرقوها بالبطاطا اللي كتكون حتى هي مشرمله بواحد الشرموله غزاله بزاف، كتجي معلكه وكتجي بنينه، والكفته ما كتجيكمش ناشفه، كتجي فتيه. أكلة ساهلة بزاف وبسيطة، ولكن البنة ديالها غادي تخليكم تاكلوا صبيعاتكم عليها، لأنه فعلا كتجي غزالة وبنينة، والكفتة كتجي شاربة الشرمولة، ما كتجيكمش ناشفة. ايوا خليكم معايا في هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناة شهوات منية. على بركة الله، اللي ما مشتركش في القناة يشترك وفعل الجرس باش يبقى يتواصل بكل جديد، وعلى بركة الله. اول حاجه عندي هنايا كميه ديال الكفته. بالنسبه للكفته نتوما كتخدموا باش ما بغيتو. انا هنا عندي كيلو و300 غرام ديال الكفته. درت معاه معلقه صغيره عامره ديال اللقامه اولا ديال العطريه الخاصه بالكفته. درت معاهم معلقه صغيره عامره ديال الكمون البلدي، ومعلقه صغيره ديال سكينجبير، وعندي الخرقوم، ودرت البزار. من بعد درت عندي القياس ديال القزبر ومعدنوس، وكندير قياس واحد المعلقه ديال الزبده من اصل حيواني، ما كنديروش البنات الزبده النباتيه. من بعد ضفت عندي قياس واحد جوج دريسات ديال الثومه اللي خديتهم ودقيتهم في المهراز مع شويه ديال الملحه صافي، وكندير القياس اللي غادي يكفيني ديال الملحه. وهنا غادي نعجن عندي هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. اللحم خاصو يتشرب عندي هاد القامه مزيان، وغادي نحطو على جنب ونغطي عليه ونخليه يتخمر صافي. هنايا في الطنجره غادي نحضر عندي الشرموله اولا لاصوص اللي غادي نطيب فيه البطاطا. خديت عندي واحد الطنجره وضعت فيها كميه ديال زيت البلديه. كنخدموا البنات هنا ضروري من زيت البلديه، الزيت الروميه ما غاديش تعطي البنه. من الافضل الى عندكم الزيت البلديه هي باش تخدموا صافي. هنا في الطنجره وضعت عندي كميه ديال جوج حبات ديال البصله اللي خديتهم وشلطتهم تشلاض اولا خاصهم يكونوا رقاق، اولا ممكن انكم تدوزوهم في الطحانه غير ما طحنوش البصله حتى تطلق لكم الماء صافي. كنضيف معها شويه ديال الملحه باش الملحه كتعاون ديك البصله باش انها كتنزل ليا بسرعه وكتخلص من داك الماء ديالها صافي. هنا كنضيف عندي واحد العويد ديال الزعتر اللي كيبقى اختياري، غير هو كنديروه لانه كيعطي واحد النسمه زوينه بزاف وكيتواتى مع اللحم. كيف ما كنعرفوا اللحم ديال الغنمي كتعجبوا بزاف الزعتره وكيتواتاو مع بعضياتهم. من بعد غادي نضيف عندي كميه ديال المطيشه اللي خديتها وحكيتها في الحكاكه اللي كتكون رقيقه. من الافضل انكم ما طحنوش مطيشه لان اللون ديالها كيبيض وما غتعطيكمش ديك الحموريه اللي خاصها تكون مزيانه في الشرموله. من بعد كنضيف عندي قياس واحد الريس ديال الثومه اللي كيكون حتى هو مدقوق، وكنضيف عندي شويه ديال القزبر ومعدنوس. هنا البنات غلبت القزبر على معدنوس. وغادي نضيف عندي العطريه اللي درت فيها التحميره، درت البزار ودرت سكينجبير، وغادي نضيف حتى الخرقوم وحتى الكفته. البنات راني درت ليها سكينجبير، البزار، التحميره، الكمون البلدي. بالنسبه للمكونات غادي نخليهم لكم مضبوطه في صندوق الوصف. هنا البنات عاود زدت عندي شويه ديال الزيت البلدي. هاد الشرموله السر ديالها في البنه انها خاصها طيب بالزيت البلديه، الا ما كانش الزيت البلديه البنات راه ما كتجيش بنينه صافي. كنضيف عندي هنا شويه ديال الخرقوم. بالنسبه للقامه ديال الكفته ما درتش فيها الخرقوم باش ما تجيناش الكفته مسبوغه، من الافضل ما نديروهاش في الكفته. الخرقوم كنديروه فقط في الشرموله صافي. خليت عندي الشرموله كتشحر اولا كتكتك مزيان على خاطرها. شوفوا معايا كيفاش تعلكات وتعزلات عندي غير ديك الليدام اللي درت، يعني ما بقاتش عندي فيها الماء. ومع ذلك غادي نخليها كتكتك مزيان على خاطرها. الشرموله كل ما طابت على عافيه مهيله كل ما عطاتنا تعليكه وكل ما جات بنينه. في طنجره ثانيه وضعت عندي مطيشه مع شويه ديال المعدنوس والقزبر، شويه ديال الكمون، شويه تحميره، شويه الابزار، سكينجبير، وخليت هاد الشرموله كطيب مزيان. ما درتش فيها البصله. هذه هي الشرموله اللي غادي نطيب فيها الكفته. ودرت هذا شويه ديال القزبر يابس. القزبره البنات ضروري في الكفته كيعطيها واحد البنه زوينه صافي. هنايا الكفته بعد ما تشربات عندي الاقامه ديالها شديتها، خديت الكفته وشكلتها كويرات اللي كيكونوا هكا صغار. انا ما صغرش الكفته، يعني درتها
درتها بحجم كتكون متوسط. صافي غادي ننزل عندي هاد الكفته كامله في الطنجره، وغادي نخلي هاد الكفته كطيب على جنب. هي كتطلق الماء الطبيعي ديالها البنات، فكطيب غير في ديك الشرموله ومطيشه عاود راه كتطلق الماء. صافي هنايا هاد الشرموله اللي حضرت اللي غادي نطيب فيها بطاطا، بعد ما وقفت في الليدام ديالها كننزل عندي بطاطا اللي خديتها وقطعتها دوائر على هاد الشكل هذا. غير هي ملي كنقطعوها دوائر ما كنرقوهاش باش ما كتهرش لكم البنات، لانه انا بغيت في التقديم باش تجيني الحبه ديالها هي هذيك، ما بغيتهاش مهرسه. من بعد كنضيف عندي شويه ديال الجلبانه اللي كتكون اختياريه، غير هي ضفتها لانها كتعطي واحد المذاق زوين بزاف بزاف. هنا كنمرق بالكميه ديال الماء اللي كيكون دافي. كندير الكميه ديال الماء اللي غادي تكفي ليا الكميه ديال البطاطا، يعني ما تنديرش الكميه ناقصه. وما نساوش ان البطاطا راها كتشرب الماء، يعني باش تكون عندنا ديك التعليكه وديك الدغميره. صافي هنا كنزيد عندي القياس ديال الملحه اللي غادي يكفي هاد الكميه. صافي غطيت عليها بعد ما طابت. شوفوا معايا هنا البطاطا كيفاش كطيب شاربه هاد الشرموله ديالها وكتسبغ مزيان وتتجي بنينه. وهنا غنرجعوا الكفته حتى هي بعد ما خليتها كطيب. الكفته ما كتاخذش الوقت بزاف في الطياب ديالها. طيبتها في الشرموله، وهذيك اللقامه الخاصه بالعطريه كتعطيها واحد المذاق زوين يا البنات. عرفتوا واحد الرائحه كانت عندي وانا كنطيب غزاله. صافي هنا في الطبق ديال التقديم انا هنا طيبت كل حاجه بوحدها ولكن بنفس اللقامه البنات، يعني ما كاينش شي اختلاف، غير باش داكشي يجيني في التقديم متول. صافي في الطبق ديال التقديم خديت عندي البطاطا وضعتها من التحت، وكنعاود كنوضع عليها داك لاصوص اللي طابت فيه البطاطا. وهنايا ضفت عندي الكفته من الفوق وضفت عليها شويه ديال الجلبانه، وكناخذ داك لاصوص اللي كان طابت فيه الكفته هو اللي كنضيفو على الكفته من الفوق. عرفتوا كيجي معلك وواقف في الليدام ديالو. هاد الطبق هذا بسيط ولكن البنات صدقوني عندكم شي عراضه ولا شي مناسبه هي قدموه بوجهكم احمر كيجي غزال بزاف. صافي هنايا زينت بشويه ديال ماشي الحامض، بشويه ديال الزيتون احمر كيبقى اختياري، بشويه ديال المعدنوس. وكنقدم لكم هذا الطبق هذا نسميوه طبق هماوي لانه بسيط البنات ولكن راه المذاق اللي فيه راه ما كيتوصفش. خاصكم تجربوه وتردوا عليا الخبر كيفاش جاكم في المذاق ديالو. وكنتسنى التعاليق ديالكم. كترافقوه باي نوع ديال السلطات نتوما كتفضلوها، هادشي كيرجع لكم. درت غير سلطه ديال الطماطيش والخيار، الله يجعل البركه، ساهله وبسيطه وكتواتى معاه. والطبق عرفتو كيجي زوين وكيطيب في الزيت البلديه. كنخليوه كيوقف حتى كتبقى تبان لينا غير ديك الزيت البلديه، النقطه ديال الماء ما كتبقاش فيه. هذا هو الحلاوه ديالو. وكنقدموا لكم بالصحه والراحه، وكنتمنى من كل قلبي انكم تجربوه وتردوا عليا الخبر في التعليق. وكنتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. والى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في امان الله.